ليلة دخلتي بعد ما خلصنا الفرح وروحنا، لقيت جوزي بقى: ايه ده؟ في ايه؟ انا كنت كويس وزي الفل، ده انا مستعجل على الجواز عشان انا كده. ازاي؟ انا ايه اللي جرالي؟ فقلت له: خلاص يعني يا حبيبي، ما يجراش حاجه، بالراحه. انت بس يمكن متوتر ولا تعبان من الفرح والزيت. قال لي: مفيش الكلام ده، انا ما عنديش الكلام ده. متوتر ايه وبتاع ايه؟ انا راجل وسيد الرجاله وتفهميني غلط. قلت له: لا والله. افهمك غلط ازاي؟ انا عارفه ان انت راجل وسيد الرجاله. طب بص، اهدى بس كده وارتاح. بس انا اجيب لك حاجه تشربها، وتهدى كده وتريح وبطل تفكير، وبعدين نبقى حاول تاني. فالمهم ايه، عملت يعني سمع الكلام وفضل ساكت، بس ايه، عمال يبص لي بجنب عيني ويقول لي ايه: والله العظيم انا كنت كويس جدا. هو انا مش عارف، اكيد اتحسدت. انا 1,000,000% اتحسدت. قلت له: اكيد طبعا. هو انت عارف الفرهضه كمان بتاعت الفرح والرقص والكلام ده كله. انا نفسي على فكره مفرهده ومش قادره. بص، ريح ونام، واحنا بكره ان شاء الله ربنا يحلها الحلال، عشان انا كمان بصراحه مش قادره. خلاص يا حبيبي، يلا تصبح على خير. ورحت سايباه ونايمه، بس اللي هو ايه، انا قلت الكلمتين دول: انا مش هنام، انا عايزه اعرف هو في ايه وايه اللي ما بيودي ويجيب في دماغه. ما شاء الله عليه يعني، طول بعرض بتاع راجل يملى عين الشمس. فمنين ايه الحاجات الكتيرة اللي عندك؟ ايه كل ده؟ وفي الاخر طلعت زي اختي يعني، ولا ايه الحوار بالظبط؟ ومصمم ويحلف بكل الايمانات: والله العظيم انا راجل وسيد الرجال، ده انا مستعجل على الجواز واختصرت الخطوبه علشان انا الموضوع ده بالنسبه لي مهم جدا وكده. فقلت له: خلاص ماشي. المهم إيه يعني، سبته بقى وعملت نفسي ان انا ايه، رحت في النوم. وهو فضل قاعد عمال: هو ايه اللي جرالي؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي ايه اللي راح سايب الاوضه. طبعا انا كنت طفيت بقى نور الاوضه. راح سايب الاوضه وخرج بره، وانا رحت قاعده بقى كده على السرير. هو ايه الموضوع بجد؟ طبعا دماغي بقى قعدت تقلب لحد ما انا من التعب والتفكير رحت رايحه في النوم، ولا عرفت بقى هو نام بره ولا نام جوه ولا نام عمى ولا ايه اللي حصل، ولا نام ولا ما نامش اصلا، ولا حسيت باي حاجه خالص. صحيت تاني يوم الصبح، لقيته نايم، يعني نايم في الريسبشن، وبقى شغال ايه، حرايق، يعني هو بيشرب سجاير، شغال طول الليل عمال ايه، يولع في سجاير. فصحيت قلت له: هاي النهارده عامل ايه؟ انا خرجت بقى صحيت، قلت له: انت ايه اللي نايمك هنا وبتاع مش عارفه ايه. طب قوم خش، ادخل لو عايز تنام، خش كمل نومك جوه بتاع. فقال لي: لا 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 لا، انا خلاص، انا فقت، انا بقيت كويس، انا تمام. انا اخش اعمل بس فنجان قهوه ولا كوبايه شاي. فقلت له: خلاص خليك، انا هعمل لك. المهم دخلت عملت له، وبعدين دخلت خدت دش ولبست بقى حاجه تانية ومش عارفه ايه، وخرجت له. فحاول محاوله اخرى بعد ما شرب القهوه، قعد يلطم بقى: لا 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 لا، كده كتير، كده في حاجة غلط. أقولك أنا معمول لي عمل، أنا أكيد 1,000,000% ده مش حسد، ده أنا اتعمل لي عمل. فقلت: هي الجوازة باينة من أولها عمل إيه وبتاع إيه. قلت له يعني أنت متأكد؟ قال لي: مش عارف. المهم في عز ما احنا في الليلة اللطيفة دي، جاله تليفون: الحق باباك تعب جدا، وتقريبا يعني ضغطه عالي، لانه كان واكل، عنده سكر وبتاع، فكل حلويات يوم الفرح بالليل طبعا، واداها بقى في البوفيه، ادى حلويات جامد. المهم باباه جاله زي تقريبا كومة سكر، حاجة حصلت يعني. هما معانا في نفس البيت. الحق باباك، انزل بسرعة وديه المستشفى بالعربية. انا جوزي واحد، يعني ولد واحد، وعنده ولدين تانيين بس مسافرين يعني هما الاتنين مع بعض، مسافرين دولة تانية، ومفيش حد موجود في البيت غير جوزي بس. المهم نزل يجري طبعا بسرعة بعد خلاص، صرف نظر عن الموضوع ده دلوقتي اما نشوف بقى المصيبة التانية. نزل يدور في العربية وخد باباه بسرعة، يدور في العربية، العربية مش عايزة تدور، يدور في العربية، العربية مش عايزة تدور. وبعدين ايه اللي جرالك انت كمان؟ ما بقاش عارف في ايه. وبابا مفيش، رايح خالص، رايح خالص، ما بيفوقش. المهم اتصل جاب عربية تانية وبتاع، وراح ساب العربية وخد باباه وطيران على المستشفى. ده راحوا على المستشفى هو وحماتي طبعا وجوزي وابن عمه. المهم يعني جريوا على المستشفى، لحقوه هناك، قالوا انتوا لحقتوه وجبتوه في الوقت المناسب ومش عارفه ايه. المهم الراجل فضل قاعد طول النهار في المستشفى، وانا طبعا قاعده في البيت
فماما بتقولي طب هنجيلك، طب نعمل، قلت لها ماما ما تجيش، ده البيت متكهرب على الاخر والدنيا بايظه، فاجلوا بس الحوارات دي لحد ما نطمن على حمايه والدنيا تهدى وبعدين نبقى نشوف الوضع ايه. فقالت لي طب يا بنتي وانتي عامله ايه؟ قلت لها انا كويس، انا زي الفل، مفيش حاجه تمام. فقعدت فكرت كده، هو ازاي ده انا اتجوزته اصلا عشان لقيته ما شاء الله طول بعرض بحلاوه بشعر ازاي يطلع كده؟ وبعدين قاعده بقى اقول ايه يا ميلة بختي، انا بصيت على الشكل وما اهتمتش بالحاجات طب ما انا يعني كنت هعرف الحاجات التانية دي ازاي غير لما اتجوزه؟ ودماغي طبعا قعدت بقى ايه تودي وتجيب. المهم فضلوا طول النهار في المستشفى. طبعا انا عماله اتصل بيه، طمنت على حمايه مرتين ثلاثه وبتاع، لحد ما جم يعني اخر اليوم خالص لقيتهم بقى جايبين حمايه بنفس العربيه وجايين وراجعين. المهم وصل حمايه وفضل قاعد معاه تحت وانا نزلت بقى طمنت عليه ومش عارفه ايه والكلام ده كله. بيدور على العربيه ما لقاش العربيه. طبعا هو لما جم ما خدش باله، كان لسه مالي برضه في حمايه وان هو سنده ومدخله البيت وبتاع. فبيقول لي مفاتيح العربيه فين؟ قلت له ما انت ما طلعت مفاتيح ولا دخلت مفاتيح ولا اي حاجه خالص. فبص من البلكونه على العربيه ما لقاش العربيه اصلا موجوده. العربيه البي سابها من سربعته بقى، من سربعته هو، انا ماليش دعوه، سابها بالمفتاح او الله اعلم خد المفتاح وضاع منه في المستشفى، هو مش فاكر اي حاجه اصلا اساسا. المهم ان العربيه اتسرقت. طبعا قلب الدنيا، ده في نفس اليوم بقى، يعني احنا في نفس اليوم دلوقتي قلب الدنيا. وطب نعمل محضر، اتصل بناس قرايبه الحقوني شوفوا لي العربيه راحت فين، العربيه جت منين، طب في كاميرات، طب ما فيش كاميرات، ما فيش كاميرات اصلا في المنطقه. عندنا المنطقه ما فيهاش لا محلات ولا منطقه سكنيه كلها، ومحدش مهتم يعني ان هما حد يحط كاميرات ولا الكلام ده. العربيه اتاخدت في غمضه عين. يا ابني طب افتكر وديت المفاتيح فين، طب ولا فاكر اي حاجه، لانه طبعا نزل من صدمته المصيبه اللي هو فيها على صدمه حماه اللي هيروح فيها، ولا فاكر اي حاجه ولا عارف اي حاجه خالص. المفاتيح اختفت والعربيه اختفت. المهم راح عمل بلاغ وفضل سهران في القسم طول الليل لحد تاني يوم الصبح. تاني يوم الصبح بعد ما خلص الاجراءات بقى طب شوف كاميرات المنطقه مش المهم الاجراءات اللطيفه اللي بتحصل دي كلها ما خلصتش غير تاني يوم، وفضل قاعد بقى مستني، قال فاكر يعني ان العربيه هتجيله بقى ايه قدام باب القسم مثلا. راح طبعا مروح البيت، جالي بقى طبعا انا كل ده وقاعده اللي هو ايه بدايه لطيفه، بدايه مبشره بالخير. راجع لي بقى الباشا، انا مش عارف اللي بيجرالي، مش كفايه المصيبه اللي انا فيها. قلت له بس اهدى، بس انت موتر نفسك بالحاجات اللي بتحصل دي كلها، اللي انت فيه ده ممكن يكون من التوتر. اقول لك تعالى روح للدكتور. انا على اخر الزمن اروح لدكتور؟ كنت بفكر يعني اروح لدكتور علشان يشوف لي حل في فرط الموضوع ده عندي، ده انا الموضوع ده عندي اصلا زياده اوفر. دلوقتي اروح للدكتور اقول له ايه؟ اقول له انا ما بعرفش، انت اتجننتي ولا اتهبلتي في مخي؟ رحت ساكته خالص وقلت ايه انا مالي خلاص، انا مالي ايه، ما ده مالي ومالي 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 فرحت ساكته خالص. قعدت على القصه دي، طبعا العربيه جت ولا عرفنا مين اللي سرق ولا عرفنا اي حاجه خالص الى الان. والبيت لحد دلوقتي بقالنا اسبوعين جواز، لحد دلوقتي زي اختي نفس الموال المقندل ده. نزل الشغل، يعني نزل رجع بقى خلاص بعد اجازه هو كان اسبوع بس نزل الشغل. اول يوم راح في الشغل راح لقى الدنيا مقلوبه وفي حاجات عهده حاجات وفي حاجات ضايعه وحاجات معرفش ايه، وافتح لنا الدرج عندك ودور على الحاجات دي، الملفات كانت هنا، حوارات كده في الشغل بتاعه. الحكايه اتقلبت خالص وراحوا مدين له. يعني انا كنت اجازه يا جماعه، انا كنت اجازه معرفش حاجه طول الاسبوع ده كله اجازه، معرفش انتوا بتتكلموا في ايه ولا ايه الموضوع، حاجات ايه اللي ضاعت من عندي وايه اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. هو كده الحاجات دي ضاعت من عندك انت، يجيب يمين يجي عندك، يا تقدم استقالتك يا هتاخد يا هتترفد.
فما بقاش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي، ولا الهوا ولا حياة لمن تنادي. لقى نفسه قاعد كده اللي هو راح ماضي استقالة، اللي هو اتفضل. لقى نفسه هيلبس ومصيبة ومباحث بقى، وشوف العهدة وشوف اللي معرفش اللي ضاع منك ايه واللي لقى نفسه هيلبس في كارثة تانية. قالك لا، على ايه؟ راح ماضي استقال. هما كده كده يعني مستريحين اصلا ماديا، الشغل ده كان بجانب شغل تاني بتاعهم، شغل خاص. فقال ايه، خلاص قدر الله ما شاء فعل، ماشي خلصنا على كده. عدى كام يوم، فالشغل بقى بتاعهم هم عندهم محلات لبس، محلات تجاري يعني، محلات لبس وكده، حاجات حاجات محجبات، عبايات وحاجات زي كده. صحي في يوم الحق في ماس كهربائي في المحل. الماس الكهربائي قضى على الأخضر واليابس، قضى على المحل كله. الكلام ده كله في خلال شهر من جواز، يعني الحوارات دي كلها في خلال شهر من بداية جوازي. راح المحل ورجع قال لي انت طالق يا بومة يا بوز النحس. قال لي انا كنت راجل وسيد الرجالة، اتجوزتك معرفش ايه اللي جرالي. يوم صباحية، المفروض انها كانت تبقى يوم الصباحية، ابويا دخل المستشفى، عربيتي اتسرقت. شغلي دبسوني في حاجة لا أنا عارف هما بيتكلموا على إيه ولا هما فاهمين. أنا لقيت نفسي بقدم استقالتي. المحل اللي حيلتنا اللي شقيان عليه أنا وأبويا وده دخل البيت وده اتحرق. انتي إيه يا أمي؟ انتي إيه؟ انتي نحس، انتي أدمك نحس، لمي حاجتك ومش عايزة أشوف وشك تاني. ولقيت نفسي بتطلق وانا بنت بنوت وما دخلتش ولا انا نحس. فانا يعني هو ده اللي قلت له انا نحس. قال لي اه نحس. فاكره في الخطوبه لما حصل، هو في الخطوبه كان حصل لهم حاجات كده برضو. انا بقى ما كنتش مستوعب ان انتي نحس، انا قلت قضاء وقدر وعادي وبتحصل. لكن خلاص يا امي انا اتاكدت ان انتي نحس وشوق، اتكلي على الله، انا مش عايزه اشوف، اوعي تعتبي البيت ده تاني. انا خلاص اتطلقت، انا مش عارفه اعمل. كلمت اهلي وكلمت ابويا وبتاع. جه يا ابني يهديك يرضيك نحس ايه، عيب عليك ما تقولش الكلام ده، ما يصحش، انت راجل متعلم. قال له متعلم بنتك يا حاج، والله بنتك نحس. انت بص المصايب اللي في حياتك كلها هتلاقيها من بنتك. بنتك دي نحس وشؤم ودخلتها داخله بشمال. انا خلاص انا قفلت منها، انا نفسيتي قفلت منها. بقول لك انا كنت 70 حصان يا راجل، بقى ما حصلتش ربع حمار. حياتي كلها اتشقلبت، خسرت فلوسي وعربيتي وشغلي والدنيا باظت في شهر. اما اللي قعدت معاها سنه دي كانت هتعمل، هولع انا واهلي بقى. خد بنتك يا حاج الله يبارك لك، وما تتكلموش معايا في الموضوع ده تاني، وحقوقها كلها انا هجيبها لها. خدوا حاجاتكم كلها، انا مش عايز تبقى تفكر فيا اصلا، لان دي مجرد ما تفكر فيا هيحصل لي كارثه. انا مش عايزه اجي في بالها اساسا. اتكلوا على الله. ومن يومها وانا مطلقه على ايه انا مش عارفه. عمال اقول له كل الحاجات اللي انت حصلت دي قضاء وقدر، انا مالي بيها. يقول لي لا والله مالك ايه ده، انت مالك ومالك ومالك ومالك. ففي حاجه كده، يعني في حاجه اسمها نحس وشؤم وداخله بالشمال ومش كل مش بذمتكم يعني كل اللي حصل ده قضاء وقدر، ولا انا فعلا زي ما هو بيقول عليا. يعني هو انا مش عارفه، هو في ناس للاسف بيبقى ادمها ادم وحش. انت لو بتذكري الله طول الوقت اكيد عينك مش وحشه. يعني انا مش عارفه عينك وحشه مثلا بتحسديهم، ما بتاخديش بالك، لان في ناس للاسف بتحسد وهي مش حاسه، وبتحسد مالها، يعني بتحسد حاجتها نفسها. يعني لو تفتكروا من فتره كبيره جدا كانت حسدت بنتها ليله فرحها، البنت اصابت بالعمى، ولما جريوا بيها على الشيوخ وبتاع قالوا لها انت اللي حصل لك ده حسد قوي جدا، ومش هتخفي ولا هتروحي غير لما اللي حسدك ده يموت. وفعلا لما مامتها توفت البنت فتحت. فممكن انت بتبصي نظرة لابنك او بنتك او اخوك او جوزك او حاجة، النظرة دي بتحسده وانت مش حاسة. فايا كانت النظرة قبل ما تنظري اي حاجة، بسم الله لا قوة الا بالله ما شاء الله تبارك الرحمن، لازم ذكر الله طول الوقت يبقى في لساننا، تجنبا لاي نظرة احنا مش قصدينها. ما تفكريش فيها بقى حوار ان انت شؤم،
انت صلي وقربي من ربنا، علشان لو انت فعلا تكوني بتحسدي او تكوني حاجة من هذا القبيل، يعني مش كويسة، نظرتك مش حلوة، مع القرآن بقى والقرب من ربنا وطول الوقت، يعني يخلي ايه، ما شاء الله لا قوة الا بالله، طول الوقت اي حاجة في حياتك ما شاء الله لا قوة الا بالله، لو بتشربي بق مية، لو ماسكة طبق اكل، لو اي حاجة، واعتبريها تجربة وخلصت وخلاص، ويعني ربنا يصلح حالك في اللي بعد كده ان شاء الله. طبعا انا مش عارفة قوي في حوار بس هي للأسف موجود، واوقات بيبقى فعلا قضاء وقدر، وبيرتبط باللي دخل علينا، يعني حد دخل عليك كده، النور قطع، انت نورت، النور قطع على وشك، ولك وشه شؤم، دخل والنور قطع، وهكذا، وحاجات من دي كتير. هي طبعا بتبقى صدف، في حاجات بتبقى صدف، وفي حاجات بتبقى قضاء وقدر، لا هي شؤم ولا هي نحس ولا اي حاجة من الكلام الفاضي ده، بس نتجنب ان احنا نحصن نفسنا دايما، علشان لو حد حسدنا او كده نبقى احنا اوريدي متحصنين، واللي بيحسد هو كمان طول الوقت يذكر ربنا. فده رأيي، مش عارفة بقى انتوا شايفين اللي هي حكيته ده ان هي فعلا يعني لا حول ولا قوة الا بالله نحس وشؤم ولا ايه. خلصت حلقتي النهارده، يا رب الحلقه تكون عجبتكم، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. اللي عنده اي مشكله وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب يعرضها بالنيابه عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبه. باي باي.